الأهلي يكمل رحلته الأفريقية وتأهل على حساب مازيمبي بثلاثية، فوز كبير للنادي الأهلي على مازيمبي الكونغولي. فوز تحققت الأهداف فيه خلال الشوط الثاني. النادي الأهلي ربما كان أفضل على مستوى الأداء في الشوط الأول وأضاع أكتر من فرصة، يمكن أبرزها كرة عمرو السولية اللي تصدى لها الحارس، وأيضا محاولة من بيرسي تاو وعديد المحاولات الأهلاوية. ولكن إجمالا الشوط الأول الأهلي كان أفضل. إيه اللي حصل في الشوط الثاني وليه مارسيل كولر اعتمد على اللعيبة اللي بدأ بيها في التشكيل؟ ربما كولر بيصر على فكرة إن أنا أبقي على عناصر أفضل على دكة البدلاء. عمل كده في مباراة الزمالك، يمكن عمل كده أيضا في مباراة الذهاب أمام مازيمبي، ولكن إجمالا هو حقق المطلوب. وحتى الأهداف اللي جت عن طريق اللعيبة الأساسية، اللعيبة اللي لعبت في التشكيل الأساسي. بتتكلم على محمد عبد المنعم، وهو واحد من أفضل مسددي الضربات الرأسية من وجهة نظري، أفضل من مهاجمي الأهلي. يعني في ضربات الرأس عبد المنعم أفضل من مهاجمي الأهلي. أيضا أسامة أبو علي اجتهد بشكل كبير جدا وسجل هدف بطريقة جيدة جدا من عرضية علي معلول. و الهدف الثالث من أكرم توفيق ربما أيضا يسأل عنها الحارس الذي تألق في الشوط الأول بشكل كبير جدا وكان موفق في كتير من التعامل مع الكرات العرضية، ولكن ربما لم يجرب لاعبو الأهلي التسديدات عليه خاصة من المدى القريب. أنقذ واحدة لعبد القادر. لكن إجمالا الأهلي تفوق على مازيمبي. أيضا من يعني اللقطات المهمة إنقاذ أكرم توفيق للكرة اللي كانت على خط المرمى. أيضا الهدف الملغي لمازيمبي الكونغولي بداعي لمسة يد. يعني قد تراها واضحة، قد تراها غير واضحة، قد ترى الحكم موفق والفار موفق. رأيي أو رأيك مش هيفرق، هو رأي الحكم الذي رأى هذه الواقعة. الشيء المستغرب بس إن في 11 لاعب أو 10 منهم طبعا بالقميص الأحمر والحارس لم يعترضوا على الركلة. يعني دي برضو معرفش أسميها عدم ذكاء من اللعيبة ولا عدم رؤية. إن أنت شايف كورة اللاعب مادد إيده لفوق والحكم شافها إن هي لمسة يد وأنت كلاعب في الملعب ما شفتهاش، عشان كده دي كانت غريبة شوية. على الجانب الآخر الترجي التونسي يكمل مهمته الأفريقية وتأهل للنهائي على حساب سان داونز. الترجي قرر فوزه بنتيجة 1-0. هدف من رائد بوشنيبة كان كافيا للإطاحة بفريق المدرب رولاني مكوينا، اللي تابعت في الصحافة الجنوب أفريقية قبل المباراة كان فيه يعني شبه عدم رضا عن اللي بيقدمه مع الفريق، وإن هو خسر مباراة الذهاب كان ممكن يتجنب الخسارة. وإن هو مكوينا اتكلم عن إن الوصول لنصف النهائي بالنسبه لصن داونز انجاز، فعشان كده كانت الحاجه دي او الشيء ده مش مقبول شويه بالنسبه لجماهير صن داونز اللي ربما شغف الجنوب افريقيين بالكوره مش قد العاب اخرى زي الرجبي مثلا. ولكن اجمالا الترجي يستحق التاهل. لعب بفلسفه واقعيه شديده جدا. انا بلعب على الدفاع والعب هجمات مرتده واقدر ان انا احسم من الهجمات المرتده. ماذا سيفعل الترجي امام الاهلي؟ ماذا سيفعل الاهلي امام الترجي؟ هذا ما ستخبرنا به الأيام. مبروك للفريقين.